السلام عليكم يا أحبابي. النهاردة هنعمل سوا الأكلة الشعبية اللي مفيش مصر مش بيحبها، الكشري المصري. وكتير منكم من الدول العربية طلبوا مني إن أنا أشارككم الطريقة الأصلية، فقلت لازم أعملها معاكم خطوة بخطوة. بصوا معايا كده على الطبق الجميل ده، هو ده اللي هنوصل له مع بعض. نبدأ نقول بسم الله ونبدأ بالصلصة. في حلة على النار حطيت شوية زيت ونزلت عليهم بالثوم المفروم، حوالي من 4 ل5 فصوص ثوم، وبعدين هنشوحهم على نار هادية. وفي الوقت ده هنكون مجهزين عصير الطماطم. هنجيب نص كيلو من الطماطم، هنقطعها ونخلطها في الخلاط، وبعد كده نبدأ نصفيها كويس قوي ونكون مجهزينها جنبنا. أول ما الثوم ياخد اللون الذهبي نبدأ نضيف عصير الطماطم اللي صفيناه، هنقلبها ونبدأ نغطيها ونسيبها شوية. وأول ما تغلي نبدأ نضيف البهارات بتاعتنا. أول حاجة بدأت أضيف معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ونص معلقة صغيرة من الشطة، والشطة طبعا على حسب رغبتكم ممكن تزودوها شوية. ونضيف معلقة متوسطة كده من الملح، ونقلب كل المكونات مع بعض. وهنلاحظ إن الصلصة بتاعتنا خفيفة شوية، القوام بتاعها خفيف. هنضيف دلوقتي كيس صلصة طماطم، يعني تقريبا معلقتين كبار من صلصة الطماطم، وهو ده اللي هيديلها القوام الحلو وهيديلها اللون الجميل للصلصة. نسيبها تغلي شوية، وبعد كده نضيف عليها معلقتين كبار من الخل ورشة صغيرة جدا من السكر علشان توازن الطعم. وبعد كده نغطيها ونسيبها تتسبك على راحتها. وبكده صلصة الطماطم بتاعتنا جاهزة، سبتها تتسبك لحد ما تبقى بالقوام السميك الجميل ده. كده تبقى جاهزة معانا، هنغطيها ونسيبها على جنب. يلا بينا نجهز الرز بالشعرية. هنحط حلة على النار فيها ربع كوباية من الشعرية، عليهم معلقتين من الزيت أو السمنة. هنقلبهم على نار متوسطة، وفي الوقت ده هنبدأ نغسل كوبايتين من الرز المصري، نخليهم جاهزين جنبنا. وأول ما نوصل للون الذهبي الجميل دوت للشعرية نبدأ نضيف عليها الرز المغسول. لو وصلتم لغاية هنا في الفيديو اعملوا اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وطبعا تعليق حلو منكم تشجعوني وتقولوا لي رأيكم. نرجع للرز بالشعرية. بعد ما ضفنا الرز هنضيف 2.5 كوباية من المية، وطبعا انا كاتبها لكم المكونات والمقادير في صندوق الوصف، تقدروا تحفظوها عندكم لما تحتاجوا تعملوا الكشري. طبعا ما تنسوش ذكر ربنا، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نرجع للرز بالشعرية، نضيف معلقة ملح ونقلبه. نسيب الرز يغلي لغاية ما يتشرب. أول ما يتشرب الرز نهدي النار ونحط الشياطة تحتيه ونسيبه يستوي على راحته. يلا نعمل مع بعض المكرونة. نحط حلة فيها مية على النار، أول ما تبدأ تغلي نضيف عليها معلقة كبيرة من الملح. وأول ما تغلي المية معانا نبدأ نضيف المكرونة المشكلة بتاعتنا، وهي بمقدار نص كيلو من المكرونة المشكلة. ونصيحة مني ان انتم ما تحطوش الزيت وانتم بتسلقوا المكرونة عشان الصلصة تمسك في المكرونة. وبعد 10 دقايق نختبر تسويتها ونبدأ نصفيها.
وكده المكرونة بتاعتنا جهزت معانا، هنسيبها على جنب. ونبدأ دلوقتي نجهز الدقة. حطيت كمية حلوة كده من الزيت في حلة، ونزلت عليها ب10 فصوص ثوم مقطعين طرنشات كده بالمنظر ده، وبدأت أضيفهم على الزيت علشان أشوحهم على نار هادية، وقلبتهم لغاية لما يبقوا لونهم ذهبي. هبدأ أقول لكم على خطوة اختيارية بنضيفها على الكشري اللي هو حمص الشام، ودايما أنا بخلي عندي شوية حمص في التلاجة. أنا عن نفسي بنقعه ليلة كاملة، وتاني يوم بسلقه لحد ما يستوي، وبعد كده بسيبه جاهز في التلاجة لأي أكلة بحطه عليه. بيفرق جدا طبعا مع الكشري وأكلات تانية كتير. وممكن كمان تستخدموا العدس بجبة بدل من الحمص، برضو بننقعه وبعد كده بنسلقه، وبعدين نستنى عليه لغاية لما يستوي ونصفيه من المية بتاعته ضروري، وبنستخدمه في الكشري، وده بيدي طعم مميز جدا. نرجع تاني للدقة. أول ما يوصل معانا الثوم للون الذهبي الجميل ده اللي انتوا شايفينه، هنبدأ نضيف عليه كمية حلوة من الخل، تقريبا ربع كوباية من الخل. بدأت أتبلها بالبهارات، رشة من الفلفل الأسمر، ونص معلقة من الشطة، وممكن تزودوها أو تقللوها على حسب رغبتكم، ومعلقة صغيرة أو رشة من الملح. نقلبهم مع بعض ونطفي النار. والله العظيم ريحتها بس كفيلة تخلي كل اللي في البيت يجري على المطبخ عايز كشري. دلوقتي هنعمل بقى البصل المتقرمش. هنجيب بصلتين كبار هنقطعهم جوانح، ونبدأ نغلفهم كويس قوي بالدقيق والنشا وشوية ملح. اذكر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. في الوقت ده اللي احنا بنغلف فيه البصل كويس بالدقيق والنشا، بنحط زيت غسير على النار، وأول ما يغلي الزيت معانا نبدأ نضيف البصل بتاعنا، ونقلب كده البصل على نار متوسطة. وكده عملنا صلصة الطماطم والرز بالشعرية، وعملنا المكرونة المسلوقة، وعملنا الدقة والبصل آخر حاجة. وفي ناس بيعملوا الخطوة دي أول حاجة علشان يستخدموا الزيت بتاع البصل في الدقة وفي صلصة الطماطم، لكن أنا ما بفضلش ده. وفي المطاعم بيخلوا البصل متقرمش قوي. السبب إيه بقى؟ إن هما بيخرجوا البصل من الزيت، وبعد كده بيفردوه في صينية ويدخلوه في الفرن، ويتنوا يقلبوه باستمرار. طبعا بيخلوا بالهم جدا علشان ما تتحرقش، وهو ده الكنز بتاع الكشري، البصل المتقرمش. ما ينفعش الكشري المصري من غير البصل. ممكن نستغنى عن الحمص او العدس بجبة، لكن البصل لا، هو ده اللي بيدي طعم حلو قوي للكشري. نرجع للبصل. اول ما يوصل للون الذهبي ده زي ما انتوا شايفين، نطلعه ونصفيه على ورق المطبخ. نيجي بقى للمرحلة اللي كلنا بنستناها، التجميعة. اول طبقة نبدأ نحط الرز بالشعرية زي ما انتوا شايفين، مفلفل وجميل. وبعدين نبدأ نفرفر المكرونة بتاعتنا بشوية مية سخنة ونصفيها ونحطها فوق الرز بالشعرية بالمنظر ده. وبعد كده نبدأ نضيف الصلصة بتاعتنا، وأثناء ما احنا بنحط الصلصة نصلي على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ بها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق، واسترنا فوق الأرض ويوم العرض عليك يا عزيزي يا خلاق. بعد ما نضيف كمية حلوة كده من الصلصة، نبدأ نضيف بقى الدقة بتاعتنا. حطوا الكمية اللي انتوا عايزينها، الخطوة دي هي اللي بتخلي الكشري في حتة تانية. وبعد كده نبدأ نضيف الحمص الشام او العدس بالجبن، ودي خطوة طبعا اختيارية بس بتفرق طبعا مع الكشري. واخر حاجة نبدأ نزين الطبق بتاعنا بالبصل المتقرمش من فوق. بصوا كده، هو ده طبق الكشري المصري الأصيل اللي بيفتح النفس ويجمع العيلة حواليه، واي حد يوصل مصر بيطلبه على طول، هو معشوق العرب. يا رب الوصفة تكون عجبتكم،
ولو جربتوها اكتبولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.